لو هنتكلم بقى على طريقة البيتزا، فأنا عايزاكي تنسي أي طريقة تعرفيها وجربي بقى معايا الطريقة دي من غير مكونات كتير وبشوية مية وبشوية دقيق هتعملي أحلى وأطعم بيتزا طعمها خطير. كمان هقولك على السر اللي هيخلي الجبنة معاكي كريمية وبتشد كده زي ما انت شايفة، بطريقة بسيطة جدا حتى لو الجبنة اللي موجودة عندك نوعها سيء. وتعالى اقولك على العجينة بتاعت البيتزا اللي هتبقى معاكي فلافي كده وخطيرة. يلا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك. معايا 3 كوبايات من الدقيق، الكوباية بتاعت مج الشاي العادية. نزلت عليها بمعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح. وهقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا. ركزي بقى معايا خطوة خطوة عشان المقادير لازم تطلع معاكي مظبوطة لو ركزتي فيها. اظن لحد هنا احنا حاطين كل حاجة موجودة عندنا، مرضناش نحط اي حاجة مش متاحة في كل البيوت. بعد كده هنزل بربع كوباية من الزيت، والزيت اللي انا مستخدماه ده زيت ذرة. ابدأ بقى اللي انا اعجن معايا بالشكل دوت. 3 كوبايات دقيق طلعولي بيتزاية كبيرة زي اللي انتي شفتيها في الاول، مقاس الصاج 30 في 40. بدأت بقى اللي انا الم العجينة بتاعتي كده بشوية الزيت لحد ما احس كده اللي هي عاملة زي الرملة المبلولة. بعد كده هعجن بالمية. معايا كوباية من المية الا 3 معالق، يعني املي الكوباية كده وشيلي منها 3 معالق من المية. دي المقادير المظبوطة للبيتزاية الواحدة. هنزل بمقدار المية كله دلوقتي، انا نزلت بنصها لكن انا هنزل بيها كلها دلوقتي. 3 كوبايات الدقيق هياخدوا كوباية مية الا 3 معالق. هعجنها بقى معايا كويس جدا لحد ما تتلم معايا وتبقى عجينة طرية ما بتلزقش في الايد لكن لينة. هوريها لك دلوقتي شكلها عامل ازاي. هتاخد وقت من 4 ل5 دقايق، وده شكلها بعد ما اتعجنت معايا بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تخمر كده في قلب الطبق اللي احنا عجنا فيه. بس هدهن الطبق زيت، يعني هديله بخة كده من الزيت، واغطيها بكيس بلاستيك لكن مش هحط على وشها زيت. كيس بلاستيك وفوطة نظيفة واركنيها كده لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة ده هيكون شكلها. هخرج منها الهواء كويس جدا بالطريقة ديت كده. هاخدها بقى ولا هفردها على الرخامة ولا هفردها على اي حاجة. هكورها لكورة تاني بالطريقة ديت، وهجيب الصاج اللي انا هشتغل فيه، وهبدأ اللي انا احط فيه يعني ممكن نقول معلقة كبيرة من دي السميد. تمام كده تمام. ابدأ بقى اللي انا افردها، ولا تدهني الصاج سمنة ولا زيت ولا اي حاجة، ولا تفردي العجينة على دقيق. الدقيق هينشف العجينة هو والزيت. لكن لما تحطي معلقة كبيرة من دقيق البسبوسة اللي هو الخام اللي معلوش اي اضافات وتفردي بالطريقة دي هتتفرد معاكي بكل سهولة. كده خلاص انا فردت العجينة بتاعتي كويس جدا وعملت لها حواف كده علشان خاطر هقولك انا هعمل فيها ايه في النهاية. بشوكة بقى عندي وابدأ اللي انا اخرمها بالطريقة ديت عشان العجينة ما تتنفخش معايا في قلب الفرن وتتحول لعيش. خلاص كده بقت معايا تمام. خلاص هحضر معايا صلصة البيتزا. صلصة البيتزا انا عملتها معاكم كذا مرة، بعملها وبشيلها في الفريزر، بطلعها على طول وببدأ اللي انا اشتغل بيها اول ما تفك بطريقة سهلة وبسيطة. تبقى طعمها حلو قوي. عبارة عن حبايتين من الطماطم بتحطيهم على النار. اول ما الطماطم تستوي القشرة بتتشال بكل سهولة. لو عايزة الطريقة قولي لي ابقى انزلها لك، خلينا الاول في البيتزا. بعد كده بقى حطيت هنا الجبنة بقى. نرجع لنوع الجبنة، احنا دلوقتي خلاص ابتدينا ندخل نعمل البيتزا او طلعت في دماغنا ندخل نعمل بيتزا. طلعي الجبنة من الفريزر وانتي داخلة تبتدي في العجينة، علشان خاطر الجبنة تلحق اللي هي تفك معاكي من التلج اللي فيها، عشان خاطر تديكي نتيجة كويسة. كل ما الجبنة تبقى سايحة معاكي بدرجة حرارة المطبخ هتديكي نتيجة كويسة وافضل. هنا في المرحلة دي رشيت رشة من الجبنة، نزلت بطماطم بس من غير القلب بتاعها، شرايح من الزيتون وكمان الفلفل الاخضر. تقدري تحطي اي نوع خضار انت حباه. وهنا عملت ميكس ما بين السجق واللحمة المفرومة. برش بقى على الحواف بتاعة البيتزا بالطريقة دي كده معلقة برضو من دي البسبوسة. دي البسبوسة يا جماعة مش عشان خاطر اسمه دقيق بسبوسة يبقى نستخدمه للبسبوسة، لا، هو دقيق زي الدقيق الابيض وزي اي دقيق احنا نقدر نستخدمه. كده الجبنة معايا سايحة جدا. فردتها بالطريقة ديت، هدخلها الفرن سخن
درجة حرارة الفرن 190 على الرف الوسطاني من غير شواية. الجبنة هتبدأ اللي هي تسيح معاكي بالطريقة ديت، وطبعا الأرضية بتاعت البيتزا هتلاقيها استوت معاكي بكل سهولة. عايزة اقولك بقى طعمها خطير، سايحة كده ونايحة في بعضيها، والعجينة هشة ومش منفوخة لكن خطيرة. لو عايزة طريقة صلصة البيتزا قوليلي في الكومنتات، هي طريقتها سهلة قوي. بعمل كيلو من الطماطم وبشيله في الفريزر على اكياس، بطلع الكيس على قد استخدام البيتزاية الواحدة او الاتنين اللي انا هعمله. بص كده لون البيتزا الارضية بتاعتها لونها عامل ازاي. الجبنة بقى بصي قد ايه سايحة. يا جماعة استخدموا الجبنة لما تفك خالص، ما تستخدموهاش وهي مجمدة. لما تستخدموها وهي مجمدة مش هتطلع معاكي نتيجة كويسة اللي انتي بتدوري عليها. دي بعد حوالي نص ساعة من البيتزا بعد ما بردت. بصي شكلها عامل ازاي، عجينة طرية قوي، طعمها خطير. ميكس السجق واللحمة المفرومة مخلين طعمها روعة.